ازاي كده الفرخة ما بتطلعش معاكم دايبة دوب زي كده يا جماعة؟ بصوا يا جماعة، اللحم جوسي وجميل وزي الفل. معاكم ابانوب، والنهارده هعمل لكم بقى شوية فراخ حلوة، وكمان شوية رز كده تحسوا انهم رز مبهر. تعالوا نعمل خلطة الفراخ. اول حاجة كده عندي بصلتين كبار مبشورين، نزلت عليهم بعلبة من الزبادي علشان الفرخة تبقى طرية وحلوة، الزبادي بيدي طراوة. عندي بقى كمان نزلت معلقة كبيرة من الصلصة، شوية دبس رمان، معلقة صغيرة من الملح، الفلفل الاسود، شوية من الكاري، وكمان عصير ليمونة برضو بتدي مزازة حلوة، وشوية من زيت الزيتون. وهنفضل بقى نقلب كل الحاجات الحلوة دي مع بعض. على فكرة التتبيلة دي ممكن اعمل منها شيش طاووق برضو. عندي بقى الفرخة حلوة كده، دي فرخة يا جماعة كبيرة، هبدأ كده من تحت الجلد اعمل لها فتحات في اللحم بتاع الصدر نفسه. وكمان همسك الورك الجميل ده وهعمل له فتحات صغيرة كده وشرط من الدبوس ومن الحتة اللي فوق الدبوس، علشان الخلطة تدخل في كل حاجة. هاخد بقى الفرخة الحلوة دي وابدا اخد التتبيله وانزل بقى بيها فين؟ في الفراخ. طيب انا قلت لكم حاجه، قلت لكم ان حطيت حاجه في التتبيله عشان تدي طراوه للفرخه. ها، حطيت ايه؟ لو عارفين اكتبوا لي في الكومنتات، عايز اشوفكم مركزين معايا وشاطرين، التلاميذ بتوعي زي الفل. بعد كده بقى يا جماعه هسيب بقى التتبيله الحلوه دي في الفرخه لمده ساعه او ساعتين، وبعد كده اخدها احطها كده في الصينيه بتاعتي. ممكن تحطوا لها شرايح بصل، شرايح بطاطس، شرايح جزر، اللي انتوا عاوزينه. بس انا بحطها كده من غير حاجه ولا ميه ولا حاجه، وبكمرها بالبخار. عندي بقى كوبايه من الميه دي، كوبايه قصدي رز، ده رز بسمتي عادي، هحط عليه كوبايه ميه واسيبه كده يتنقع 10 دقايق. الفرخه يا جماعه هسيبها في الفرن على درجه حراره 180، بتستوي بعد ساعه وربع. بفتحها كده بعد ساعه، اشيل الورق الفويل واسيبها تاخد لون. عندي بقى حله حطيت لها كده شوية من السمنة، ونزلت عليهم ببصلاية كبيرة ولومي واتنين كده من ورق اللورة، وعود قرفة، واتنين فص حبان، وشوية من ده الفلفل الأسود الحصى. تمام. بعد كده هدي بقى تقليبة حلوة، وهنزل بقى بمعلقة حلوة كده من صلصة الطماطم. بعد كده شوية من الكركم، وكمان السبع بهارات، شوية من ده الكاري، ورشة بسيطة من البابريكا، وشوية فلفل أسود. وبعد كده هقلب بقى التقليبة الحلوة، وهنزل بقى بالرز البسمتي بتاعنا الأصفر اللي أنا نقعته لمدة 10 دقايق في المية، وبعد كده صفيته كويس قوي. هدي بقى تقليبة حلوة للرز مع شوية البهارات اللي أنا عملتهم دول، وهنزل بقى بالملح آخر حاجة، وهبدأ أنزل بالمية. الرز البسمتي، كوباية الرز البسمتي بتاخد كوبايتين مية بتغلي يا جماعة. لازم المية تكون بتغلي، لو المية مش بتغلي مش هيبقى حلو معاكي خالص. بعد كده هسيبه بقى يتشرب كده على نار عالية، وأول كده ما يتشرب زي ما انتوا شايفين أوطي النار عليه خالص وأسيبه يستوي. تعالوا بقى بصوا، مفلفل وجميل وزي الفل بجد، هتجربوا الوصفة دي وهتدعولي. عندي بقى طبق التقديم، هحط شوية من الرز بتاعنا وهبدأ أفرده كده. وعندي بقى الفرخة بعد ما قعدت كده في الفرن ساعة وربع، هاخد بقى الرز بتاعنا وأبدأ أحشي بيه الفراخ. كده عملت فرخة محشية بالرز. كان معاكم أبا نوب.